السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في الجزء الخاص بالتراكنج من كورس اي كوميرس ادز كراش كورس. زي ما وعدتكم السيشن دي هتكون مسجلة علشان نقدر نرجع لها في أي وقت نتابع الخطوات من خلالها، ما يكونش فيها أي تشتيت للمعلومات اللي موجودة بسبب أهمية التراكنج. أنا محمد أشرف هكون موجود معاكم في السيشن. قبل ما نبدأ بس أول حاجة، إيه هي أهمية التراكنج أو إيه هو التراكنج أصلا؟ احنا اتفقنا علشان نقدر نعمل كامبينز صح لازم نبص على الارقام. ارقام زي ايه؟ زي اللي احنا شوف بصينا عليها المره اللي فاتت في الكامبينز، الارقام اللي بتكون هنا السي بي اي والكونفرجنز والسي تي ار والكلام ده كله. طيب اي ارقام عندنا بتتقسم لحاجتين: الارقام اللي بتكون ظاهره من الداشبورد نفسها زي السي بي ام والامبريشن والكليكس، ودي البلاتفورم هي اللي بتعرضها لك لانها حصلت عليها. لكن الحاجات اللي بتكون جوه الويب سايت بتاعك البلاتفورم مش بتقدر توصل لها غير لما انت تدي لها اكسس، زي السي بي اي والعدد الكونفرجنز اللي حصلت. آه، وعندك بقى كل حاجه بتحصل انشيتد تشيك اوت، اد تو كورت، كل حاجه انت هتعملها لو انت عندك حاجه كاستم فيها سبسكرايبز فيها سبميت فورم فيها ساين اب، كل الكلام ده البلاتفورم مش هتقدر تعرضه لك غير لما انت تسطب البيكسل او تدي اكسس للبلاتفورم ان هي تعمل ده. طيب ازاي البلاتفورم بتعمل ده اصلا؟ عن طريق البيكسل. احنا هنضرب مثل بسيط جدا. هنفترض ان انت محل زي المحلات اللي موجوده في العتبه بتاع بدل، بتبيع بدل وانت جوه المحل، وموقف واحد بره على الشارع بيجيب لك زباين. فعلشان يجيب لك زباين مظبوطين لازم انت تعرفوا الزباين دول الكرايتيريا بتاعتهم عامله ازاي، او الزباين دي شكلهم عامل ازاي. دي اول حاجه. فانت بتجيبه وتفرجه كده على الويب سايت، تجيب حد من عنده او حد من المكتب اللي يجيب لك عملاء، تفرجه على الويب سايت بتاعك وتبدا تقول له دي نوع الناس اللي بتدخل، هات لي شبه. دي اول فايده من فايد البيكسل. وقبل ما نسترسل، البيكسل هو عباره عن كود بتاخده من البلاتفورم زي تيك توك او فيسبوك، وبتحط الكود ده عندك على الويب سايت، وبتبدا تعرف له الايفنتات او الاكشنز اللي بياخدها العملاء على الويب سايت بتاعك. زي ما بنقول في المثال، انت كأنك جبت حد وقفته في المحل بتاعك، قلت له بص الناس بتعمل ايه، اللي معاه فلوس هناك ده وبيحطها على الترابيزة، ده معناها ان هو اشترى. اللي بيعمال يبص ده معناها اللي هو بيعاين البضاعة. كذلك انت بتاخد الكود ده تبدأ تحط له ايفنتات او ايفنتس. الايفنتس دي عبارة عن ان انت بتعرف الويب سايت ايه الاكشنز اللي بتحصل عنده. ليه احنا بنحكي في ده كله؟ علشان البلاتفورم مش بتكون مربوطة بالويب سايت بتاعك. الويب سايت بتاعك في حتة والبلاتفورم في حتة، علشان يكونوا محافظين على البرايفسي بتاعتهم. مش بيقدروا ياخدوا اي داتا غير لما انت بتسمح لهم بده. طيب ده باختصار، او ده اللي البيكسل بيعمله. الفوائد بتاعته ايه؟ علشان نقدر اصلا نحط اوبجكتيفز الكامبين. يعني انت مش هينفع تقول للبلاتفورم انا عايز ناس تشتري تعمل بيرشيز او كونفرجن غير لما تكون انت اصلا معرفه هو ايه البيرشيز عندك على الويب سايت. هي الناس المفروض تعمل ايه علشان تعمل البيرشيز ده. تاني حاجه طبعا اللي هو بيعرض لك انسايتس او اناليسز للناس اللي اشترت او خدت الاكشنز دي. وده المين تو جولز للبيكسلز، يعني دول اهم حاجتين احنا بنعمل البيكسل علشانهم. طيب انا كاي كوميرس لما اجي اسطب بيكسل انا بكون بدور على ايه؟ بدور اول حاجه خالص على البيج فيو، كام حد اصلا شاف البيجز اللي موجوده عندي على الويب سايت، كام حد دخل على السايت عندي. كونتنت فيو يعني او فيو كونتنت، كام حد شاف المنتجات، كام حد دخل على المنتجات وقعد يبص عليها ويقرا الكونتنت اللي موجود فيها. اد تو كورت، كام حد دايس على الكورت او كان عاوز ياد المنتج ده للكارت بتاعته. تشيك اوت، كام حد كان خلاص بيشوف السعر وهيشتري. وبيرشيز، كام حد اشترى بالفعل. دي المين ايفنتس بتاعتنا كاي كوميرس. بتتغير من ويب سايت للتاني، وارد. في ناس ممكن تكون حاطه فورم، ناس تكون عامله ساين اب. في ناس بتفصل الفاليو بتاعت البيرشيز، قيمه الشراء، تفصلها عن البيرشيز. نوعا ما انا مش بحب ده، انا بحب اربطهم. بس مينلي دي الحاجات اللي احنا هنكون شغالين عليها في التراك. طيب انا علشان اتراك تيك توك، بما ان هو الحاجه الكور اللي احنا بنتكلم عليها في الكورس بتاعنا، ايه الطرق اللي انا ممكن اتراك بيها؟ اول حاجه، انا لو انا بستخدم ويب سايت او ايه انواع الويب سايتس اللي الناس بتستخدمها، لا اما بيجيب تول جاهزه يستخدمها، لا اما بيعمل ويب سايت على وورد بريس، ده معظم الناس.
فاحنا هنتكلم لو انت عندك ويب سايت جاهز زي يو كان واكسباند كارت وزد وشوبيفاي، ازاي تسطب البيكسل عليه او ازاي تربطه بالادز بتاعتك. ولو انت عندك وورد بريس ازاي برضو تربطه. ده هيكون معانا اربع طرق: الويب سايت نفسها، الحاجات الجاهزه اللي انت بتشتريها، الوورد بريس بلجنز، الاضافات بتاع الوورد بريس اللي بتخليني اضيف الحاجه بسهوله، وايفنتس تول من البلاتفورم نفسها، والجي تي ام، ودي التول الاساسيه بتاعه التراك. فاحنا هندخل في ثلاث طرق دلوقتي، انا بحب اعرفهم باسامي مختلفه. الويب سايت بيلدر دايما بتاع الناس الكسلانين، يعني هو بيشترك على يوكان، بيشترك على سله، على شوبيفاي، علشان بس هو مكسل يعمل حاجات، مش عاوز يعمل ويب سايت ليه، بالحاجات بتتنجز بسرعه. فانا بعتبر دي الطريقه بتاعت الناس المكسلين. نفسها برضو البلجن اللي احنا هنتكلم عليها في كوميرس، لان حرفيا انت هنا بتحط الاي دي او بتحط اللينك بتاع البيكسل بتاعك وخلاص خلصت، انت مش بتسطب اي ايفنتس تانية. الايفنتس مانجر دي بتكون موجوده جوه البلاتفورم، والطريقه دي انا بحب اسميها الناس اللي بتطلسق، الناس اللي هي بتعملها كده وخلاص، بتنجز الحاجه بسرعه عشان عايزه تطلع، بيستخدموا الايفنتس مانجر ومش بيدوا حق التراكنج في الموضوع ده. وتالت طريقة وأكتر طريقة أنا بحبها، يعني هي أكتر طريقة أكيوريت، هي فكرة إن أنا أستخدم جوجل تاج مانجر، واللي إحنا هنتكلم عليه باستفاضة من خلال السيشن دي أو الجزء ده من الكورس. نبدأ نرجع بقى ونشوف إحنا ممكن نطبق الكلام ده إزاي أو الموضوع بيتم إزاي. إحنا في الأول خالص هنعمل جنريت للبيكسل. أصلا أنت هتيجي هنا على تيك توك، هتدوس على كلمة أسيتس، هتدوس على ايفنتس دي، هتلاقيه هو بيقول لك أنت عايز البيكسل بتاعك ده او الكود اللي انت هتاخده للويب سايت ولا الموبايل اب. فهتقول له انا عايزه للويب سايت. هتدخل، هتدوس كرييت اهو، وهتيجي هنا تسميه، هنسميه مثلا تيست 2، وهتختار تيك توك بيكسل ولا ايفانس اي بي اي. من تيك توك نفسهم هم بيفضلوا ان انت تحط ايفانس اي بي اي، وما بيختلفش تماما عن بيكسل، لان احنا كده كده هنسطبه بنفس الطريقه، هي مش مختلفه زي فيسبوك. وهنختار اللي احنا هنسطبه منه. هاجي هنا هاخد الكود بتاعي وهعمل، هجيب جوجل شيت لطيف كده اهو، دوكس، وهحط الكود بتاعي جواه. جيب الكود تاني، وهنعرف دلوقتي ليه هنحط الكود هنا. ده الكود بالكامل. هرجع بقى الانواع اللي انا ممكن اكون بستخدمها او ايه الحاجات المشهوره في السعوديه: شوبيفاي وزد وسله ويوكان واكسباند كورد. هتلاقيهم اغلبهم بيحط مكان تحط فيه البيكسل اي دي، وخلاص على كده. هنبص هنا مثلا على يوكان، تدخل على يوكان عادي، هتدخل على السيتنج وبعد كده اونلاين، وتنزل هتلاقي في الحته دي اللي هو اصلا حاطط لك جوجل اناليتكس وفيسبوك وسناب شات وتيك توك بيكسل. طبعا ما انت مش بتحط الكود كله، عشان كده انا حطيت الكود نفسه بره. هاجي هنا هبص هدور، هلاقي بيكسل كود، كلمة بيكسل كود اهي، وهلاقي الكود اهو، هاخده كده واحطه هنا واعمل اد. بس خلاص انا هدوس سيف، وده هيبقى اتقاد للويب سايت بتاعي، واقدر اتاكد من خلال اللي انا ادخل على الويب سايت واشوف كل الايفنتس معموله ولا لا. طيب، انا علشان اتاكد ان انا كل حاجه عندي تمام، المفروض ان انا بستخدم ايه؟ بستخدم تول اهي موجوده فوق، بس هنحرك زوم. هستخدم التول دي، تيك توك بيكسل هيلبر. انت بتدخل في الاكستنشنز بتاعتك على كروم زي كده، مور تولز، وبتدوس على اكستنشنز، اوبن كروم اهو، واكتب تيك توك بيكسل
هيلبر. تقريبا مش راضية تطلع لي عشان انا مسطبها اهو. بس هي اهي زي ما هي موجودة قدامكم، هي دي باللوجو بتاعها. هتعمل لها داونلود وتسطبها تخليها موجودة هنا علشان نقدر نتراك اي حاجة شغالة. آه، بتقدر تروح على الويب سايت، يعني مثلا هنروح على الويب سايت تاني ونشوف اهي بتفاير، البكسل نفسه موجود. فهو هنا على يوكان بكل سهولة. أنا بس مش هينفع أفتح الويب سايت ده من بره. بتحط الكود وخلاص على كده. ده أول نوع اللي إحنا بنتكلم فيه. طيب، لو أنا مش بستخدم الويب سايت دي، أنا بستخدم وورد بريس وعايز أحط الكود وأمشي برضو على وورد بريس، المفروض اللي أنا هعمل إيه؟ هتيجي على وورد بريس هنا كده وتدخل على بلجنز أو إضافات وتعمل انستول لبلجن. البلجن اللي انا برشح اللي انت تستخدمها هي اصلا انا مسطبه، اسمها بيكسل يور سايت. بيكسل يور سايت، انا بس بدخل في الحته بتاعت البلجن ازاي تسطب بلجن. هتدوس على اد نيو وهتسرش هنا كده ببيكسل يور اهي. اهي بيكسل يور سايت. بتعمل لها داونلود عندك او بتعمل لها انستول، بتثبتها عندك وتروح كده في الحته دي. بعد ما بتتثبت هي بتنزل هنا. هي بس عشان احنا لسه عامل لها ابديت. ماشي. ده شكل بيكسل يور سايت. آه دوس عليها كده. ده الشكل بتاعها. المجاني منها مش بيكون عليه تيك توك. فانت لو عاوز تستخدم بيكسل يور سايت على الووردبريس بتختار برو فيرجن وبتشتريها، بتبدأ تحط الكود بتاعك. طب الكود بتاعك بيتحط ازاي؟ بتبقى حاجة شبه كده بالظبط، بتحط الكود هنا وخلاص بالتست بتلاقي ان الدنيا بتاعتك اشتغلت. ولما نروح على الويب سايت هنا مثلا احنا حاطين الكود بتاع فيسبوك اهو. الكود بتاع فيسبوك بيفاير بكل حاجه، واحنا جاست حاطين الكود هنا بس مش عاملين اي حاجه. فانت لو رحت للنسخه البرو هتلاقي نفس الكلام. عشان كده ناس كتير جدا بتلجأ لفكره ان انت ما تروحش على الحاجات دي او ما تستخدمش بيكسل يور سايت مع تيك توك لان هو مش فري. فبيبداوا يروحوا لحاجات تانية. من ضمن الطرق التانية اللي انا بستخدم الايفنتس مانجر بشكل سريع. ده احنا قلنا دي الطريقة بتاعت الناس اللي بتنجز الدنيا او بتطلصق، ودي انا مش بفضلها بس هشرحها. احنا هنا وقفنا على اللي احنا موجودين في البكسل. انا لو رجعت خطوة كده، انا كنا واقفين عند الحتة دي بالظبط. احنا خدنا الكود ده في اول طريق، وعلشان نراجع سوا اللي احنا عملناه احنا دوسنا على ايفانس ودوسنا اللي احنا هنعمل بيكسل ووصلنا النقطة دي وخدنا الكود. دي كانت في أول مرة لو أنا بستخدم سي ام اس معين بيوفر لي الموضوع ده. طيب لو أنا عاوز أستخدم ايفنتس مانجر هعمل إيه؟ هكمل الخطوات بتاعتي عادي. وهاجي هنا كده أدوس اد ايفنتس. أنا عاوز أضيف ايفنتات. هدوس الأول على اوتوماتيك ادفانسد ماتشنج، هو ياخد الأرقام بتاعت العملاء بتوعي وكل الكلام ده. ولقيته هنا بيقول لي خلي بالك ان ده البيس كود. طيب هو ليه مطلع لي البيس كود هنا؟ هو هنا بيفكرني ان انا لسه ما ربطتش الويب سايت بتاعي بالبلاتفورم دي او بتيك توك. طب هربطها ازاي في الطريقة دي؟ انا هاخد الكود بتاعه كده واروح هناك على الويب سايت بتاعي. هسيطر على الويب سايت بتاعي حاجة اسمها دبليو بي كود او اي تول من اللي اسمها insert header and footer اهو زي كده. وهتيجي فيها هتحط الكود بتاعك زي ما هو
ونعمل سيف. وتعالوا بقى نروح على الويب سايت ونشوف هل هو بقى موجود على الويب سايت ولا لا. اهو تيست 2. طيب خلينا نقلب في الويب سايت ونكتشف حاجة مع بعض. الفيسبوك هنا شاف بيج فيو، البيكسل متسطب بتاع فيسبوك هنا، وعمل فيو كونتنت ان حد شاف المنتج. طيب ليه هنا تيك توك ما عملش؟ لان احنا اصلا لسه ما سطبناش الايفنتس اللي موجوده على تيك توك. فهنبدا نرجع تاني بقى هنا. تمام، انا حطيت البيس كود يا عم تيك توك وهكمل. عندي حاجتين، لا اما اقول له ان اليو ار ال بتاع الحاجه اللي انا هتراكها هيكون فيها كلمه معينه. زي لو رجعنا هنا على الويب سايت هتلاقوا ان الكود بتاع اي منتج موجود فيه كلمه برودكت. فانا لو هعمل فيو كونتنت فانا غالبا هاخد الكلمه دي. تعالوا نجربها سوا. هاجي هنا اهو، هقول له فيو كونتنت، ايه الكلمه اللي انا عايزها اهي، سلاش برودكت. بس انا كده حطيت الايفنت ده. طيب انا عايز احط كمان ايفنت، هحط مثلا اد تو كارد. فالاد تو كارد انا هدوس على كلمه اد تو كارد، فهو بيقول لي طب حط لينك الويب سايت بتاعك اللي انت ربطته. هنرجع هنا على لينك الويب سايت، قول له وديني على الويب سايت. فتح الويب سايت معايا. هاجي ادوس على الكلمه دي. لو انا مثلا حاطط هنا اد تو كارد لكن هي عندي بالنسبه لي اشتري الان، فانا هدوس كده. هو ما لقطاش. تمام، بيقول لي كليك element، وانا دوست على element اهو. هدوس على ده واكليك على الاليمنت ده اهو. هو اختار الاليمنت بتاعي، وانا هنا قلنا ان احنا كنا هنسميه add to cart. وكده الاتنين دول هيكونوا موجودين معايا. طيب انا ليه مش بفضل الطريقه دي؟ عشان الطريقه دي مش اكيوريت، مش احسن طريقه. هي ممكن تكون اكيوريت هنا في فيو كونتنت هتقرا مظبوط، لكن الحاجات اللي هي هتكون زي اتوكورد مش هتكون افضل حاجه. ولو عملناها بيرشز طبعا هتكون مظبوطه. يعني احنا لو عملنا بيرشز، جينا هنا كده، البيرشز هنا على تيك توك بيبقى اسمه كومبليت اهو. هو اشترى خالص. في ناس بتسميه بليس ان اوردر. طيب هو ليه حاطط اكتر من حاجه؟ علشان الناس اللي بتستخدم شوبيفاي. فاحنا هنعملها كومبليت باي. ايه الكلمه اللي بتكون موجوده دايما في اي حد بيشتري؟ لو دوسنا اشتري الان، حطينا التفاصيل بتاعت التشيك اوت. انا لو عاوز اعمل تشيك اوت هاخد دي اهو، وارجع هنا كده initiate تشيك اوت اهي، وبي contains تشيك اوت. وهتعرفوا ليه انا عملت التشيك اوت الاول دلوقتي حالا. هاكد الطلب بتاعي عشان ارجع اعمل بيرشز. بص في بيرشز موجود كلمة تشيك اوت وموجود كلمة اوردر ريسيف. فانا لو خدت كلمة تشيك اوت تاني هيفضل يعد، هيفضل يعد عليا كل مرة. طيب فانا هاخد ايه؟ هاخد سلاش اوردر ريسيف.
واروح هناك واقول له ان ده complete payment order received. طيب انا ليه مش بعتبر ان الطريقه دي accurate بالظبط؟ احنا لقينا هناك ان complete payment اصلا فيها كلمه تشيك اوت، فهو هيعد كل اوردر، هيعد معاه كلمه تشيك اوت برضه، فكلمه تشيك اوت هتكون موجوده. طيب احنا هنتخلص من الكلام ده كله ازاي؟ لما نيجي نتراك بجي تي ام هتلاقي بقى ان جي تي ام اكيوريت اكتر من اي حاجه من الحاجات دي كلها، لان احنا هنختار بالظبط ان هو يقرا الكلام. كده احنا طبقنا اول طريقتين. الطريقه الاولى بتاعت اللي انا بحط الكود على طول، سواء انا بستخدم ويب سايت بيلدر زي ده، او انا بستخدم ووردبريس هستخدم بيكسل يور سايت. تاني طريقه اللي انا هستخدم الايفنتس مانجر، والايفنتس مانجر انا مش بريكومنده، انا شرحته علشان بس يكون معروف، لكن انا مش بريكومند ده لان هو مش بيكون اكيوريت. اكتر حاجه انا بريكومند اللي احنا نشتغل عليها طالما احنا شغالين على الووردبريس، اللي احنا نكون شغالين على جي تي ام.